الاحتفال بالمولد النبوي يعتبر من البدع المحدثة في الدين التي حذر الشرع منها، لأن هذا العمل ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ولم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم موالد الأنبياء من قبله من الأنبياء والصالحين، ولم يؤثر عن الصحابة والتابعين إحياء مثل هذه الموالد والاحتفال بها، أي لم ينقل عن أهل القرون المفضلة إقامة هذا العمل، وإنما حدث ذلك في دولة بني عبيد المتسمين بالفاطميين، وأن أول من أحدثه المعز لدين الله بالقاهرة، واستمر الاحتفال إلى أن ألغاه أبو القاسم أمير الجيوش ابن بدر الجمالي وزير الخليفة المستعلي بالله. ومعنى ذلك أن هذه الموالد لم تعرف عند المسلمين قبل القرن الرابع الهجري، ولم يفعله السلف مع قيام مقتضي له وانتفاء مانع، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، علما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، والمهديين من الخلفاء لم يفعلوا هذا العمل. ثم إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس من عادات الكفار، وإنما هو من عباداتهم، كما صرح بذلك ابن القيم، قال: من خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات، لأجل هذا كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وإذا سلمنا جدلا أنه من عاداتهم، فقد نهينا عن تشبه بهذا الكتاب وتقليدهم سواء في أعيادهم أو في غيرها. ومعلوم أن المشابهة إذا كانت في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أشد وأكثر، والمحبة والموالاة لا لأهل الكفر هنا في الإيمان، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.